إيهاب صرخ ورجع وقف بالعربية على جنب الطريق، والصوت اختفى. وبعد 10 دقايق، اللي هحكيهولكم ده حصل سنة 2019، ومحدش في الشركة نسيه، لكن السواق اللي عاشه نسي نفسه بعدها. إيهاب شاب هادي بيشتغل سواق توصيل، راجل على قد حاله، عمره ما صدق في الحاجات الغريبة، لحد الليلة اللي كل حاجة فيها اتغيرت. اليوم كان طويل والزحمة كانت خانقة، ولما الدنيا هديت شوية خرج بآخر أوردر على الطريق الدائري. الساعة كانت 12:30 بالليل. هو مش متعود يشتغل في الوقت ده، بس كان محتاج فلوس. الطريق كان فاضي بطريقة تخوف، لا عربيات ولا حتى كلاب ضل. بس في نقطة معينة على يمين الطريق شاف حاجة غريبة. راجل واقف لوحده، لابس بدلة كحل قديمة، واقف بطريقة مستقيمة، ولا بيشاور ولا بيتنفس ولا حتى بيتحرك نص سنتي. إيهاب حاول يفهم مين واقف في الضلمة كده، مع إنه مش من النوع اللي بيقف لحد، بس الموقف كله مش مريح. عدى من جنبه بالعربية، ولما بص في المراية الخلفية اكتشف إن الراجل لسه واقف، بس المرة دي وشه متوجه عليه. قلق بس كمل. وبعد 20 متر بالظبط سمع صوت خبطة خفيفة على الشنطة ورا، خبطة بس كأنها حد خبط بإيده. إيهاب وقف، نزل يشوف. الدنيا سكتة، ريحة تراب وهوا بارد يخلي الجلد يقشعر. مفيش حد، مفيش حاجة. رجع العربية، وقبل ما يشغل الموتور بص في المراية، وهنا قلبه وقع. الراجل واقف في نص الطريق وباصص عليه. إيهاب بلع ريق ورجع يتحرك بالعربية، بس وهو ماشي سمع صوت حد قاعد ورا في الكرسي الخلفي. صوت هادي، راجل كبير بيقول: هاي، وديني البيت آخر مرة، محدش وقف.